يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل مع بعض النهارده زي ما انتوا شفتوا كده كبده اسكندراني. اول حاجه انا قطعت الكبده وغسلتها كويس جدا، وجبت الطاسه وحطيت فيها شويه زيت حلوين ونزلت بالكبده وهديها تشويحتين. وعلى ما الكبده تتشوح هكون جايبه فلفلتين كده رومي، فلفلايه حراقه علشان تديها شطشطه كده حلوه. طبعا معروفه ان الكبده لازم تكون مشطشطه. انا بعشق حاجه اسمها كبده بجد اسكندراني، بحبها جدا. حتى الكبده بتاعه الفراخ والحمام، كنت اقول لكم كبده العصافير. بحبها جدا. بعملها كده برضو بخلطة كبدة الفراخ والقوانص، بقطعها كده كده صغيرة، بعمل لها خلطة كده حلوة قوي وبتبقى طعمها تحفة. خلينا بس دلوقتي في الكبده اللي هي ايه الاسكندراني. جبت بقى الكبده وقطعتها كده قطع صغيره على حسب اللي انت عايزاه. قطعتها كده قطع طويله رفيعه. وابتديت طبعا ان انا اغسلها. انا بحب ان انا اغسل الكبده يا جماعه، في ناس كتير ما بتغسلهاش. وصفيتها كويس وجبت بقى الطاسه وحطيت فيها شويه زيت حلوين ونزلت عليها اول حاجه بالكبده. وابتديت ان انا اشوحها، واول ما الكبده ابتدت تغير اللون بتاعها نزلت عليهم بفصين توم كبار مفرومين ومعلقه هريسه شطه. طبعا احنا عملنا قبل كده هريسه الشطه، لو انت عايزه الفيديو هسيبهولك في صندوق الوصف. وابتديت بقى ان انا اشوح كل ده مع بعض. اول ما حسيت ان الكبده خلاص شبه استوت او دخلت في التسويه، هنزل عليها بالفلفل الرومي اللي احنا قطعناه مع بعض. وابتديت بقى ان انا اقلبه. الفلفل طبعا مش هياخد وقت، انا ما بحبش اهري الفلفل، بحب ان انا احس بيه كده وانا باكله. وهعصر عليها بقى كده نص ليمونه واحط عليها شويه خل، وبهرها ملح وفلفل وكمون وبهارات بس بسيط جدا علشان طعم الكبده ما يروحش. وهعصر عليها نص ليمونه علشان تديها مزازه كده حلوه وانت بتاكليها. وتشيلي الزفاره، لو الكبده حسيتي اللي هي زفره حطي عليها نص ليمونه بدل ما تحطي ورق لورا. انا ما بحبش احط عليها ورق لورا الصراحه، لان الليمون بيتغاضى عن كل حاجه. واحيانا كنت بحط عليها معلقه صغيره من الخل، بس لما حطيت هريسه الشطه. هريسه الشطه اصلا عليها خل اوريدي وانا بعملها، فما حبيتش ان انا احط عليها خل تاني علشان ما تبقاش لذعه زياده عن اللزوم. وبس كده هديها تقلبتين وهي تكون جاهزه معانا. هي مبتاخدش وقت خالص، وبكده خلاص تكون جهزت معانا وبقت تمام. بجد كانت طعمها خطير جدا، كانت طعمها حلو جدا. والشطشطه بتاعه الفلفل والهريسه كانت ممتازه بجد. هنبتدي بقى نعمل مع بعض سلطة الطحينة، لان الكبدة لازم معاها سلطة الطحينة. هحط بقى معلقة كبيرة كده او معلقتين كبار من الطحينة ومعلقة هريسة الشطة. بجد هريسة الشطة دي تحفة تحفة تحفة، بتودي بجد الوصفة في حتة تانية خالص. ونزلت عليها بشوية مية مغلية علشان تفك معايا الطحينة وتتقلب بكل سهولة. ولو وصلت معايا للمرحلة دي ما تنسيش اللايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر. ويا ريت تكتبي لي الوصفات اللي انت عايزاني اجربها واللي انت مميزة بيها. تكتبي لي الوصفة بالخطوات وانا هعملها باذن الله الفيديو انا عايزاكم كده يا بنات تشجعوني وتدعموني في الكومنتات وتكتبوا لي رايكم في الفيديوهات اللي انا بعملها. ويا سلام بقى لو شيرتوا القناه لقرايبكم واصحابكم وحبايبكم هتفرحوني جدا. وبكده تكون سلطه الطحينه جهزت معانا. هنبتدي بقى اللي احنا ننضف الرخامه بعد العك اللي احنا عملناه ده كله، علشان ايه نشتغل على نضيف. ودي الكبده خلاص خلصت. هنبتدي بقى نجيب العيش ونفتحه مع بعض ونبتدي بقى نعمل سندوتشات كده حلوه ولذيذه. وانا اصلا بعمل فويس اوفر حسيت ان انا كده ايه عايزه اقوم اكل لي ساندوتش، بس انا هي اصلا مش موجوده خلاص لان الفيديو ده كان متاخر شويتين. فانا ابتديت بقى اللي انا قلت ايه خلاص هقوم امنتجه وانزله لحبايبي. هبتدي بقى انزل هبتدي بقى افتح الساندوتش كده بالمقص، وهبتدي بقى احشيه بالكبده اللذيذه طعمها حلو قوي دي. لازم بجد تجربيها، واظن ان احنا كلنا بنحب الكبده الاسكندراني. بجد كانت طعمها خطير وكانت شكلها حلو قوي. وحبيت ان انا احط بقى جنب سلطه الطحينه مخلل للي حابب، وما حبيتش ان انا احمر جنبها بطاطس. قلت اللي احنا ناكلها كده
وتمام. لاصحاب القلوب الضعيفة ما يبصوش للمنظر ده، لان بجد يعني هفتح نفسكم. انا هنا كنت بدوقها بجد، كانت طعمها حلو قوي. انا مش فاهمة بجد هو ده كل ده بق، انا القطمة حسيتها كبيرة. بس انا بجد كان نفسي كلكم تكونوا موجودين علشان تدوقوا الحلاوة والعظمة اللي احنا عملناها سوا. هستنى رأيكم في الكومنتات، وباي باي.